ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا ساره والنهارده لفتنا مختلفه شويه. يلا ناخد المركب بتاعتنا ونروح معبد كلبشه. وعايزه اقول لكم كل اللي بيجي اسوان بيروح معبد فيلة، بس تحسوا كده ان اسوان مختصره على معبد فيلة. لا يا جماعه، في معابد تانية على فكره في اسوان، زي معبد كلبشه اللي احنا هنروحه دلوقتي وهنشوفه كله حته حته. ويلا نجيب التيكت وندخل المعبد. هو مبني من الحجر الرملي ويعتبر معبد مصري قديم، اتبنى في عهد الامبراطور اغسطس سنة 30 قبل الميلاد. كرس المعبد بشكل اساسي للمعبود النوبي مندوليس، وده عند النوبيين يعني اله الشمس. لما دخلت المسيحية مصر استخدموا المعبد ككنيسة. بعد انشاء السد العالي نقلوا المعبد من موقعه الاصلي الى جزيرة كلبشة علشان يحموه من ارتفاع بحيرة ناصر، وعملية النقل دي اخدت حوالي 2 سنين. وجزيرة كلبشة تعتبر متحف مفتوح علشان بتضم 4 معابد أثرية لعصور مختلفة، وبتضم كمان لوحات عثر عليها في بلاد النوبة. بالرغم يا جماعة إن المعبد ده تم إنشاؤه في العصر الروماني، هتلاقوا على الحوائط الداخلية للمعبد رسوم للإله حورس، وهتلاقوا نقوش تانية مرتبطة بإيزيس وأوزوريس وحورس ونقوش مسيحية. وهتلاقوا على جدران المعبد سجلات تاريخية، منها أوامر القائد الروماني كان بيمنع دخول الخنازير المعبد. في كمان كتابات للملك النوبي سيلكو، ده ملك نوبي مسيحي كان بيسجل انتصاراته وبيمثل نفسه جندي روماني على ظهر فرس. والشمس كانت بتتعامد على حجرة قدس الأقداس للإله مندوليس مرتين في السنة، 14 فبراير و29 أكتوبر، ودي الغرفة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. وبكده احنا خلصنا معبد كلبشة، يلا بينا على اللوحات. اللي قدامنا دي لوحة النصر للملك بسمتك الثاني. دي لوحة من الجرانيت تم اكتشافها عام 64 أثناء بناء السد العالي في محاجر الجرانيت. الملك كان بيسجل عليها تلقي أخبار عن تمرد النوبيين. انت بتتمشى للوحة التانية هتلاقي المنظر جميل قوي قدامك. واللي قدامنا دي لوحة صخرية ترجع إلى الأسرة 19 للملك سيتي الأول، بتخلد انتصارات الملك مع وصف سيطرته على الأراضي الأجنبية. ونروح على مقصورة ديدوين، حفرت بشكل جزئي في الصخر وهي من الحجر الرملي. المقصورة دي تعد بمثابة المميزي الخاص بكلبشة. يعني ايه مميزي يا سارة؟ يعني بيت الولادة في اللغة القبطية، هو عبارة عن أبنية صغيرة تنتمي إلى المعبد الرئيسي، ودي كانت سمة من سمات العصر اليوناني الروماني. ويلا بينا على معبد كورتيسي. المعبد ده من العصر الروماني، وده من أجمل المباني بأعمدته ال4 ذات التيجان النباتية المركبة. وهتلاقوا كمان عمودين من الأعمدة الحتحورية في المدخل بتاعه، بس هتشوف الزخارف الأصلية على عمود واحد بس. ويلا بينا على معبد جرف حسين. تم تشييده بواسطة الملك المصري رمسيس الثاني. تم تخصيص المعبد لعبادة الإله بتاح. شابه المعبد مع معبد أبو سمبل في التخطيط. الصرح والفناء الأمامي مباني قائمة بذاتها، أما باقي المعبد نحت مباشر في الصخر. ويحتوي هنا قدس الأقداس على 4 تماثيل منحوتة في الصخر، رمسيس الثاني في صورته المقدسة وحتحور، والإله بتاح ليه تمثالين بصفته المعبود الرئيسي للمعبد. يلا بينا نتمشى ونروح عند آخر حاجة، هو معبد بيت الوالي. عايزه اقول لكم واحنا بنتمشى كده، انا لما روحت المعبد كان في فوق سياحي كانوا خلاص بيخلصوا جولتهم وانا لسه ببتدي، كنت بلف في المعبد كله لوحدي حرفيا. لما روحت عند بيت الوالي الحته اللي احنا هنروحها دلوقتي، هو بعيد عن المتحف شويه. لما دخلت بقى لما دخلت المعبد جوه عماله اقول يا رب لعنة الفراعنه ما تجيليش. واحنا هو وصلنا عند معبد بيت الوالي، يلا نكمل الشرح بتاعنا. بصوا هو شكله يخوف، بس جمدوا قلبكم كده ويلا ندخل مع بعض. ده من اقدم المعابد للملك رمسيس الثاني في النوبه، تخصص لعباده امون وخنوم وعنقط. تعالى اقول لكم بيتكون من ايه. من فناء خارجي وبهو وقدس الاقداس. المعبد منحوت في الصخر بشكل جزئي. على جدران المعبد في نقوش واضحة، بس النقوش المهمة راحت ألوانها. في بعض النقوش بتصور رمسيس الثاني وهو يستعد للحشد علشان هيقوم بالحرب ضد النوبيين. هنخرج بسرعة من بيت الوالي عشان بجد جالي رعب منه. وبكده أنا خلصت جولتي كلها في معبد كلبشة، ويا رب الفيديو يعجبكم وأكون ضيفة خفيفة عليكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك. أشوفكم الفيديو الجاي على خير، وياريت تسيبولي كومنت يفرحني. باي باي.